البطاطس كلها بتشعط في السوق. ها هتخشي تشوفي الفيديو عشان تشوفي الطريقة، ولا تقفلي على طول وتخرجي منه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحلى الأكلات في مطبخ حور ونور. يا رب دايما تكونوا بخير، ويا رب يكون فيديوهاتنا بتعجبكم. النهاردة بإذن الله هنعمل أصابع البطاطس بطريقة جميلة جدا، هتشرفك قدام أولادك وقدام ضيوفك. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت هتكون جميلة جدا معاكي مقرمشة، ومش مش طرية في الطبق كده، لأن بطاطس الموجودة في السوق كلها بطاطس ثلاجات. وطبعا بتشعوط مش مظبوطة، مش طبعا كلها بتبقى متلجة وخارجة من التلاجات، فبتبقى عايزة يعني طريقة خاصة كده ان انت تخرجي بقى البطاطس جميلة جدا جدا. والسر في معلقة واحدة معانا، او في الطريقة اللي احنا هنعملها بإذن الله. بس قبل ما اخش الفيديو، اتمنى تدعميني باللايك والشير وكومنت حلو من عند حضرتك كده. شايفين ما شاء الله جبنا البطاطس، واهم نوع واحسن نوع للبطاطس لو موجودة في السوق البطاطس الاسفنتا، اشتريها فورا. بطاطس جميلة جدا، ونوعيتها كويسة. لو هي حتى في التلاجة هتبقى جميلة جدا معاكي بالطريقة اللي هنعملها دي. شايفين ما شاء الله قطعنا البطاطس، هنبدأ دلوقتي نعملها صوابع. طبعا الصغيرة بتقولي انت بتقطعي حتة من فوق وحتة من تحت، معلش عشان ايه؟ تبقى البطاطساية ما فيهاش حرف كده يشعبط، فتبقى كلها شبه بعضها ان شاء الله. هنقطع البطاطس بتاعتنا صوابع بنفس الطريقة كده، هتكون جميلة جدا معاك الطريقة ديت ان شاء الله ان شاء الله. اتمنى لو اول مرة تشوفين تخشي تعملي جولة في القناة، وتقولي لي رأيك ايه في الفيديوهات. شايفين ما شاء الله ولا قوة الا بالله. خلاص احنا خلصنا كمية البطاطس كلها. دلوقتي معايا مية سخنة على البوتاجاز لدرجة الغليان. تمام، احط عليها معلقة ملح، وابدأ احط البطاطس بتاعتي تاخد غلوة واحدة بس، يعني قلبتين اتنين بس كده، واصفيها بالمصفى. تمام. بعد ما تاخد معايا قلبتين اتنين بس، هصفيها بالمصفى. ومعايا المكون اللي هيخلي معايا البطاطس جميلة جدا جدا، يعني مقرمشة طعمها حلو. هي معلقة هرمية من النشا. أبدأ أخلطها كده، أخلي البطاطس كلها يعني النشا تيجي على البطاطس كلها، ويعني ألف البطاطس كلها بالنشا. تمام. معايا دلوقتي زيت سخن. هبدأ دلوقتي أحط البطاطس بتاعتي، واسيبها لحد ما تتحمر، طبعا تاخد اللون جميل جدا. في المرحلة ديت انت لو حابة تخزنها في الفريزر، هتاخدي البطاطس اللي هي في الطاسة ديت، بس يعني يا دوبك بس تشمع، بس مش تسويها قوي، نص تسوية. وتبدأي تحطها على ورق فويل، وتسيبيها تبرد، وبعدين تعبيها في اكياس وتحطها في الفريزر، وتستعمليها في اي وقت لو انت مستعجلة. هتبقى جميلة جدا معاكي ان شاء الله. شايفين ما شاء الله والله جميلة جدا جدا. يا رب الفيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم حبيب قلبي ما تنسونيش في اللايك وتدعموا القناة، واشوفكم على غير في فيديو